واحد من أهم أسرار اسطنبول بشكل عام، والقليلين اللي بيعرفوا هذا السر. وأنا على الصعيد الشخصي يعني كتير مستفيد من هاي الفكرة اللي موجودة باسطنبول. يا جماعة اجوني ضيوف كتير مهمين، الضيوف من مدينة بورصة، حبيت بيض وجه معهم، وهنن الوالد والوالدة. فكرت أخذهم على مكان يكون راقي، ناكل أكل طيب. ولو معلومكم أفخم أنواع العزايم هي المأكولات البحرية. اسم المكان كومكابي بالكتشيلار تشارشسي، وراح خلي لكم الموقع تحت. أول شيء بتدخلوا على الأوتوبارك أو الكراج مجاني، ما في مدة معينة. أجواء المكان خرافية مثل ما لنا شايفين، فيه أماكن مكشوفة وفيه أماكن مغلقة. هلأ فكرة المكان، في عدة محلات بتبيع السمك والمأكولات البحرية بشكل عام. بتشتروا اللي بدكم إياه بالكيلو أو بالنص كيلو، بتدفعوا حق اللي بدكم إياه وبتخلوه بالمكان اللي اشتريتوه منه، وهن بيعرفوا انتوا وين جلستوا بأي مطعم موجود بالمكان، لأنه في عدة مطاعم بيبعتوا لكم إياه على المكان. وجوا المكان بتدفعوا فقط على الشخص الواحد تكلفة التحضير. تكلفة الشخص الواحد 150 ليرة، يعني انتم مثلا شخصين بتدفعوا 300 ليرة. هن بيطبخوا او بيحضروا السمك اللي اخترتوه من المكان. شوفوا لي التشكيلة، كل شيء موجود، كل انواع السمك موجود. انا بشتري من هذا المكان، فيكم تزوروا وتاخذوا عليه حسم اذا حبيتوا. وهي مجموعة المطاعم اللي موجودة. يعني يا جماعة الفكرة انه في، فلنفترض مثلا 10 او 15 مطعم، وكل واحد مختلف عن الثاني. انتوا اختاروا المكان اللي بدكم اياه، اجلسوا فيه، بيوصل السمك لعندكم وبيتحضر، وبتدفعوا على الشخص الواحد تكلفة التحضير 150، طبعا ما عدا حق السمك اللي اشتريتوه. انا جلست بهذا المكان كتير حبيته، فيكم تدخلوا عليه طبعا. وهي التشكيلة موجودة إذا حبيتوا تطلبوا أنتم من المكان. وهي الأصناف كمان، يعني هدول حقهم إكسترا. هون المطبخ بعد ما يجي السمك انتم بتعطوهم طريقة التحضير، يعني بدكم مقلي، بدكم مشوي، بدكم مثلا طاجن بالفخار، اللي بدكم اياه بتاخذوا انتم طريقة التحضير على حسب ذوقكم. طبعا يا جماعة نحن كنا 5 أشخاص، رح خبركم كم كلفنا. أول شيء طلبنا كاليماري، وطلبنا أريدس، وطلبنا 4 أنواع سمك. طلبنا سلمون، وطلبنا هامور، ولافريك، وتشوبرا. وهذا الموضوع كله ل5 أشخاص كلفني مع التحضير ومع السلطة ومع الشاي والمي 5000 ليرة تركي. يعني الموضوع كله ما كلف إلا تقريبا 120 دولار. يعني عزيمة كتير فخمة وتكلفة كتير مناسبة. يعني ل5 أشخاص اليوم بأي مطعم ما راح تجلسوا وتاكلوا هذا الأكل وبنفس التكاليف.